أهلا بجميع عشاق كرة القدم. هل أنتم مستعدون لأحدث أخبار رياضتكم المفضلة؟ لنبدأ على بركة الله. من إنجلترا لدينا خبر هام. تم تعيين توماس توخيل مدربا جديدا للمنتخب الوطني. سيبدأ المدرب الألماني مهامه الجديدة في الأول من يناير عام 2025. أوقات مثيرة تنتظر منتخب الأسود الثلاثة. أما في إفريقيا فقد حقق فريق نهضة بركان قفزة نوعية بتأهله إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وجاء هذا التأهل بعد فوز مستحق على فريق الرجاء البيضاوي. بالتوفيق لنهضة بركان. وفي هذه الأثناء انتهت قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وليفربول بالتعادل. هذه النتيجة أحدثت بعض التغييرات في ترتيب الدوري. سيسعى كلا الفريقين للعودة بشكل أقوى. وفي إسبانيا تعرض لامين يامال موهبة برشلونة الشابة لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه ضد ليغانيس. من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع. نتمنى له الشفاء العاجل. أما على الصعيد العالمي فالمملكة العربية السعودية تصنع الحدث من خلال استقطابها لنجوم عالميين وتطويرها لبنية رياضية متطورة. لا شك أنهم يطمحون عاليا في عالم كرة القدم. وفي المغرب أوقفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنشطة وسطاء اللاعبين. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أفضل للمجال الرياضي. هذا كل شيء لهذا اليوم أصدقائي. ابقوا على إطلاع على المزيد من الأخبار في عالم كرة القدم. إلى اللقاء.